طبعا اليوم الأنظار تتجه نحو القيروان، ونحن كلنا رغبة وأمل في أن يثوب أو أن تثوب كل الأطراف المتشددة لنسميها بأسمائها، أن تثوب إلى التعقل، لأنه جد القول بأن الثورة التونسية ما قامتش من أجل إحلال دولة دينية. ثورتنا قامت وكان الشباب في طليعة القوى تاعها في كل الجهات، بدءا بالجهات الداخلية ثم في كل الولايات، من أجل الحرية والقضاء على الاستبداد، ومن أجل العدالة الاجتماعية، ومن أجل المساواة بين الفئات والجهات وبين كل التونسيين والتونسيات. هذا لا ينبغي أن ينساه أحد. نحب نذكروا به بعض الأطراف اللي اليوم يحبوا يوهمونا أنه ثورتنا قامت من أجل إرساء قيم أخرى. مجتمعنا وسطي معتدل وسيبقى كذلك في تدينه وفي قيمه وفي مواطنته، شاء هؤلاء أم لم يشاءوا، ليكن هذا واضح.